وحته بس الماستر بقى اخر حاجه، بس عايز افهم يعني ايه حوار المونو ستيريو؟ يعني في ناس دايما يقول لك ظبط على المونو بعد ما تخلص خالص الميكس. عايز افهم بس ايه المونو، ايه الاستيريو، ماشي. ايه هي الفرق هي هي بينهم؟ دي حته شويه انت متلخبط فيها، بس هي دي بتكون مهمه في حاجتين: حاجه اسمها المونو كومباكتيبيليتي وقرارات الاكيو. مم. ازاي؟ انا دلوقتي بتكلم لوحدي، فكل الناس عارفه تسمعني بمنتهى الوضوح، صح؟ تمام. ايه اللي هيحصل لو انا جبت خلاط وشغلته وحطيته هنا كده؟ ما حدش هيسمع حاجه. حلو. عشان تعرفوا تسمعوني، ايه الحلول؟ اطفي الخلاط. او ابعده بعيد، صح؟ بالظبط، او بعيد بعيد. او اعلي صوتي، صح؟ تمام. ماشي. انت بقى في الميكس لما بتكون مستخدم البانوراما كلها، مستخدم الاستيريو ايمج، الجيتار ناحيه اليمين والكمانجات ناحيه الشمال والفوكال في النص والبيانو ناحيه اليمين سنه ومش عارف ايه، ما بتعرفش تسمع التعرضات ما بينهم، نتيجه ان انت ودنك عارفه تحددهم كويس عشان الاتجاهات. مم. فالميكس المونو دوت معناها ان انت تبقى سامع كانهم مضمومين كلهم على بعض، يبقى الصوت جاي لك من النص، لغيت الاستيريو ايمج والحاجات كلها راكبه فوق بعضها. مم. وحل لي بقى المشاكل بالكيو هم راكبين فوق بعض. فلما بترجع تسمع الميكس تاني ستيريو، بتلاقيه بقى كلير اكتر، بقى اوضح اكتر. وانك تسمع في المونو دي هتفيدك جدا في الاكيو وفي الليفلات. تمام. يعني من اكتر الحاجات اللي بتجنن الناس علاقه مثلا الفوكال بالمزيكا، سواء فويس اوفر او سواء اغنيه او الكلام ده. دوس مونو هتبالك الحقيقه على طول. مم. مم. اول ما تدوس مونو، لان انت لغيت العنصر اللي بيسهل على ودنك المهمه بتاعت السمع، اللي هو الاتجاهات. انا سامع الاثنين دول جايين لي من نفس المكان، فبتاخد القرار في ساعتها: لا والله المزيكا عاليه، لا والله المزيكا واطيه. مم. تمام. تمام. ماشي.